نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. نحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهندس سمير رجب يحييكم من شركة جرين جولد، وأهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة بنعرض لحضراتكم العجلات الهولشتاين الفطام، أعمار 100 يوم و110 يوم و120 يوم لغاية 130 140 يوم. طبعا العجلات الهولشتاين اللي هو عاوز يعمل مشروع حلاب وعاوز يكتر القطيع بتاعه، مش عاوز يشتري مثلا بقر عشار مباشرة، او عنده مثلا متسع ان هو ياخد عدد من العجلات الهولشتاين يبدأ بيهم كقطيع فيما بعد. يعني النهارده لما بتاخد العجلة عمر 4 شهور، بتستنى عليها كمان 7 شهور او 8 شهور ان شاء الله، وتكون جاهزة للتلقيح. وبالتالي يكون عندك قطيع كل اللي صبرته عليهم 7 8 شهور، وأصبح عندك قطيع من الأبقار الهولشتين الألماني جاهز لأن هو يكون مشروع إنتاج ألبان. وعندنا برضو طبعا العجلات من أول عمر يوم إلى غاية 130 يوم زي ما احنا اتكلمنا في كل الأعمار وكل المراحل. وعندنا برضو العجول الذكور الهولشتاين من عمر يوم لغاية عمر شهرين إن شاء الله. وفي عندنا عجول هولشتاين من أوزان 100 ل 150 كيلو، ومن 150 ل 200 كيلو، ومن 200 كيلو ل 250 لغاية 350 كيلو موجود. وعندنا برضو العجول اللي هي السلالات المستوردة، اللي هي العجول الخلايط الأبيض فأحمر، والعجول البراون، والعجول البيف ماستر السلالة اللي هي شبيهة بالليموزين. كل ده متاح في شركة جرين جولد. وطبعا طبعا النهارده بنعرض لكم العجول الهولشتاين والعجلات الرضيعة في مرحلة الرضاعة. طبعا دي أعمار 15 يوم، والعجل اللي بعده يليه بعمر 20 يوم، وهكذا. وطبعا العجلات اللي انت او العجول الذكور لو انت عندك ابقار هولشتاين بتحملها عليها للرضاعة، مفيش بتستخدم اللبن الصناعي. طبعا ادوات الرضاعة ان كانت جرادل او بزازات او لبن صناعي، كله متوفر في شركة جرين جولد ان شاء الله. كل المستلزمات البيطرية بالعجول عندنا طبعا بتخضع لتحصينات من اول يوم، ومن قبل الولادة كمان طبعا بنلقح الام اللي هو تلقيح الروتا اللي هو ضد الفيروسات. وبعد ما بيتولد مباشرة بياخد تحصين الكاف جارد، وقبل ما يكمل 10 ايام بياخد تحصين النيدالجين، وقبل ما يكمل 15 يوم بياخد روافع المناعة. طبعا دي كلها حاجات بتخلي العجل يبقى معاك انت مطمئن من ناحيته، والعجل يبقى في ازدياد مستمر وتحويله يبقى عالي جدا. عندنا طبعا الابقار الهولشتاين العشار اللي هي عشار من 5 ل7، وطبعا دي احنا عارضينها في فيديو تاني. العشار دي طبعا الابقار ديت مميزة جدا لانها ابقار عمرها سنتين، واوزانها تتراوح من 600 ل 700 كيلو، ولسه لباني ما كسرتش. تمام، فطبعا ديت حاجات مميزة جدا. عندنا برضو ان شاء الله العجلات اللي هي تحت العشار عمر 11 و12 شهر موجودة متوفرة ان شاء الله. وعندنا العجلات الهولشتاين كما ذكرنا، والمحطة كلها انتاج هولشتاين، لان طبعا البقرة الهولشتاين اكتر بقرة بتدينا انتاج البان. والنهاردة لما نيجي نقارن ما بين العجلة الهولشتاين او العجل الخلايط البلدي، هنقول مثلا انتاج العجلة الهولشتاين الموسم الاول 35 كيلو لبن، في حين ان الابقار الخلايط البلدي لا تتعدى الستة 7 كيلو. وطبعا ده فرق كبير. لما اجي اتكلم على حاجة زي كده، يبقى النهاردة انا يفضل ان انا اجيب بقر هولشتاين واشتغل عليه بدل من العجلات اللي هي الخلايط البلدي. لو افترضنا ان البقرة بتديني 35 كيلو، يعني ب 700 جنيه هنوكل البقرة ب 200 جنيه، يتوفر معايا 500 جنيه. 500 جنيه في الشهر ب 15000. 15000 في 7 شهور اللي هم مدة الحليب، لان احنا بننشف بعد شهرين ب 105000. وعندي مولود عمره بقى 7 شهور من 50 ل 60000 جنيه. يبقى البقرة جابت ثمنها في الموسم الاول، وطبعا دي حاجة ممتازة. الناس بتقول ان البقر ده ما بينفعش في عند الفلاحين او الزرايب العادية او المزارع الصغيرة. لا طبعا بينفع الحمد لله ما دام اتبعت التعليمات. وانت طبعا اول حاجة بتخليها تحت الارجل ان كانت الارض